أرحب بكم جميعا أعزائي المشاهدين. موضوعنا اليوم عن التلوث البيئي داخل المنزل بشكل عام، لتوعية كثير من ربات البيوت، لأن الأم تعتبر هي المسؤولة الأولى والأهم في المحافظة على بيئة منزلها، لتضمن لعائلتها بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض. راح تحدثنا عن هذا الموضوع الدكتورة مهد دريملي، أخصائية صيدلة أكلينيكية مستشفى الحرس الوطني. بداية أرحب فيك دكتورة مها. أهلا وسهلا، أهلا فيكم. دكتورة مها، بداية ما هو تعريف التلوث البيئي داخل المنزل بشكل عام؟ التلوث البيئي بشكل عام هو يعتبر يعني له تعريفين. التعريف العام إنه يصير محيط الإنسان غير نظيف، هذا التعريف بشكل عام. بالنسبة للتعريف العلمي انه بيحصل تغيير في البيئة اللي حول الانسان، فتتحول هذه البيئة من بيئة نظيفة الى بيئة موبوءة او فيها وباء او فيها تلوث، بيؤدي الى حدوث امراض او تغيرات في جسم الانسان بسببها. يعني ممكن تسبب حساسية، ممكن تسبب سرطانات، ممكن تسبب أشياء كثيرة. أيوة. أمراض معينة. طبعا هذه كلها تكون بفعل فاعل، ما تيجي كده من الهواء. طبعا مين الفاعل يعتبر؟ أيوة أكيد. أكيد في مثلا بسبب مصانع، بسبب بخار، بسبب دخون، بخور في البيت، إذا كان في المنزل، بسبب طبخ، بسبب منظفات، أسباب كثيرة ممكن نتحدث فيها. الإنسان نفسه هو المسؤول عن هذه الأشياء. بالضبط، الأساس هو الإنسان فعلا، والتمدد العمراني والمصانع، أسباب كثيرة طبعا، لكن زي ما تفضلتي سببها الأساسي هو إحنا طبعا الإنسان. طيب كيف أعرف إن منزلي متلوث؟ لأن كثير نلاحظ البيوت تدخلي عليها أو أي مكان بالبيت مرتب ونظيف وتحسي المكان نظيف، كيف أعرف إنه المكان فيه تلوث، فيه بكتيريا؟ كيف؟ في يعني طرق كثيرة تحسي فيها هل البيت متلوث ولا لا. أول حاجة إنه أنت لو دخلت البيت حتحسي بنوع من الاختناق، أو تحسي كتمة، تحسي حساسية في بالضبط. في بعض الناس اول ما تدخل مثلا لو الغرفه فيها غبار وانت ما انت حاسه فيها، او المكيف فيه غبار، اول ما تدخل الغرفه اول حاجه تعمليها اتشو كده على طول يعطس الشخص. يعني ليه؟ بسبب ايش؟ انه في محسسات دخلت عليه على صدره سببت له العطاس، او في ناس بتجيها كحه، في ناس تجيها حكه في جسمها. مثلا الناس فراش نظيف وتشوفيه تدخل يا الله. أيوة. بالذات هذه تشوفيها اكثر شيء في الشقق المفروشه المهجوره. أيوة. يدخل الشخص يلقى الفراش يا زينه نظيف وكذا، بس ما غير من فتره، ينام عليه يصحى جسمه كله يهرش. بسبب ايش؟ بسبب الحساسيه والغبار الموجود في المخده، في الفرش، في المناشف المستخدمه نتيجه استخدام بعض المنظفات فيها، بتؤدي برضو الى حكه. كل هذه ظواهر تبين انه المكان ملوث، ما هو صحيح. طبيعي. طب ايش الاضرار المترتبه من التلوث البيئي داخل المنزل؟ ايش الاضرار اللي تلحق بالاشخاص، خصوصا الاطفال؟ طبعا الاطفال هم اكثر ناس يتاثروا من التلوث البيئي. اول حاجه انه يعني احنا عندنا هنا مثلا منطقتنا منطقه الرياض، في عندنا اللي هو الجفاف الزايد. في جدة مثلا الرطوبة الزايدة، وهذه كلها تؤدي إلى تلوث بيئي. في حاجة إحنا ما بنلاحظها أبدا، ولا كثير من ستات البيوت ما بيلاحظوها، المكيفات أو التدفئة في البيت. المكيفات إيش تسوي؟ كلها غبار والناس ما تنتبه، وهي مصدر أساسي للتلوث. لو جيتي للحق هي مصدر أساسي للتلوث، فلازم دوريا بشكل دوري أو أسبوعي الفلتر يتنظف ويتغسل ويتفضى من الغبار، ونتأكد نفس المكيف ينفتح يتنظف. هل التلوث أنواع داخل المنزل؟ داخل المنزل يعني في تقريبا موجود حاليا، بتكون هو أصلا التلوث بشكل عام في 3 أنواع: الغير خطر والخطر والمدمر. استخدام الفحم
أيوة الفحم احنا صحيح. داخلين على فصل الشتاء الحين. هو ريحته لحال تلوث، الريحة لحالها فيها تلوث. بالضبط. فهو بعض الناس سبحان الله بتنسى الفحم في البيت وبتنام والدنيا مسكرة، يصحوا يلاقوهم ماتوا. اختناق. احنا داخلين على الشتاء، نصيحتي للناس فعلا انه ينتبهوا من الموضوع هذا. صحيح. التدفئة في المنازل هذه خطرة، من الأشياء الخطرة إذا ما استخدمت بطريقة صح. دكتورة، طيب كيف نقي أنفسنا وأطفالنا من هذا الشيء، وما هي نصيحتك لربات البيوت خاصة، لأن ربات البيوت هم الأهم في هذا الموضوع، لأن هم المسؤولين عن هذا الشيء. أكيد أكيد، ربة البيت هي العنصر الأساسي المتحكم في وجود التلوث في المنزل من عدمه. في حاجة مهمة جدا جدا، الناس بتستخدم مرطبات الجو. صحيح. احنا نفرح، احنا في الرياض عندنا الأجواء جافة بنروح نشتري مرطبات الجو. إذا استخدمناها نستخدمها برضو بطريقة مناسبة. بس في مرطبات للجو لكن تكون معقمة، يعني فيها تعقيم. مو بس التعقيم، الرطوبة إذا زادت أكثر من 50% في المكان تصبح ضارة وليست نافعة. صحيح. طيب دكتورة مشكورة ويعطيكي ألف عافية، وشكرا ما قصرتي، كفيتي ووفيتي. الله يعافيك إن شاء الله. الله يسلمك. وفي الختام، ليس من الضروري أن يكون للتلوث طعم ورائحة ولون، لأن البكتيريا لا ترى بالعين المجردة. كانت معكم سمر عثمان، حياتنا.